وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. قد التوقيت اللي درت فيه اللايف ما كان حتى واحد. السلام عليكم. الأخت جمانة، الله يسلمك حبيبتي جمانة، بارك الله فيك. فسرتي رؤيا وتحققت، ادعي لي ربي تمام. اللهم آمين يا رب العالمين. ربي يكمل لك على خير يا رب ويفرحك يا رب. الحمد لله أنه تحقق تفسير، إن شاء الله يكون تفسير خير. سمحوا لي على الانقطاع هذه الفترة، كنت منقطعة، ما كنتش ندير البث. إن شاء الله يا رب نرجعنا من جديد. وعليكم السلام. وعليكم السلام. التوقيت اللي درت فيه البث على ما أظن توقيت غير ملائم، لأنه ما كانش أشخاص في التفسير. كنت مش ندير البث لأنه كان عندي مشكل في البث هذه الفترة، كنت الرؤى ما تبقاش تطلع لي، امتنعت هذه الفترة باش نقدر نعاود نرجع إن شاء الله. استنى الرؤى تطلع ولا ما كانش.
وعليكم السلام. أخت أميرة، أختي أم عبد الرزاق، رأيت في المنام صديقة عزيزة علي أعطتني نقود كاغط، فرحت مع العلم عزباء الخطيب اللي يجيني ما تسهل ليش العيد، ربي يحقق لي وشي قلبي. إن شاء الله حبيبتي ربي يفتح عليك ويرزقك بالزوج الصالح يا رب. النقود الورقية محمودة فروع، النقود الورقية عفوا تدل على الحسنات وتدل كذلك على البشائر، ويتأكد التفسير مع اسم البنت اللي عطاته لك، مثلا يعني حسب اسمها، مثلا اسمها هدى، اسمها سارة، اسمها على حسب الاسم تاع البنت اللي مدت لك هذه الأوراق النقدية. وفي منام عطاتني نقود كغضب، فرحت مع العلم عزباء الخاطب اللي يجي مسهليش، يعني حسب البنت هذه التفسير تاع الرؤية. بالنسبة لأنه عدم التسهيل في الخطوبة، تابعي واظبي على قراءة سورة البقرة عفوا، راح يسهل الأمر إن شاء الله. اسمها جمعة من الاجتماع في خير، يعني الرؤية هذه فيها بشارة على زواج وخطوبة لك. طبعا كذلك على حسب الأرقام اللي موجودة في الورقة النقدية، يعني مثلا مبلغ مالي مثلا 200 أو مثلا 300 500 حسب الأرقام. هي على العموم الاسم جمعة من الاجتماع على خير، يعني أنه راح يكون فيه زواج واجتماع ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شوفت بنت عمتي اسمها سعيدة متزوجة، عطتني طلاء أظافر أبيض وفيه لمعات، وأنا كان عندي واحد أبيض عادي وفرحت باللي عطاتولي، قلت لي هاك يديه يجيك شباب. اسمها سعيدة متزوجة، سعيدة من السعادة، يعني جايتك فرصة راح تكوني سعيدة فيها. طلاء الأظافر، أظافر من الظفر، والطلاء يعني صبغ الشيء، يعني تغير حالك من يعني تغير حالة تاعك من الحالة اللي فيها إلى الأحسن. والأظافر من الظفر، يعني حتظفرين بشيء كنت تودين وترغبين فيه بشكل كبير، راح ترغبين فيه، عفوا راح تظفرين به. اللون الأبيض محمود، أنه طلع أظافر أبيض، يعني هذا الشيء راح يكون مفرح لك جدا. وكذلك تأكيد اسم سعيدة، أنه سعيدة هي اللي أعطتك، يعني قدوم السعادة إليك. وفيه لمعات، وأنا كان عندي واحد أبيض، لمعان يدل على حاجة راح تشهر، ربما خطوبة، لأنه الشيء لما يكون لامع يكون ملفت للنظر. أنا كان عندي واحد أبيض عادي وفرحت بلي عطاته لي. أنه عندك واحد أبيض عادي، ربما كاين فيه إشارة لوجود خاطب، لكن راح يجيك خاطب آخر أحسن من هذا اللي عندك، لأنه طلاء الأظافر الأبيض ذاك لامع. والله أعلى وأعلم. أنا أختي شفت روحي رايحة للحج لابسة الأبيض ونسيت الباسبور بطاقة تعريف، وكي جات نقلع الطيارة نشوف راجلي يمد لي فيهم، دليل على أنك واجهتي مشكل أو شيء، وراح الزوج تاعك يمد لك يد المساعدة أنك ذاهبة للحج. يعني ربما لأنه الإنسان لما يذهب للحج يعود يوم كولدته أمه عفوا، يعني تزول عنه الخطايا. كذلك المرض، ربما أنت مريضة وراكي تعالجي، راح دليل على الشفاء، أو عندك مشكل راح تتخلصي منه، يعني راح ينفرج هذا المشكل وراح يزول هذا الهم. لابس الأبيض، لابس الأبيض ونسيت الباسبور بطاقة التعريف. كذلك دليل على نقلة في حياتك، يعني تغير عفوا في حياتك من الناحية المادية، من الناحية النفسية، من الناحية الجسدية، كل النواحي، من الحال اللي راكي فيه إلى حال أحسن، لأنك لابسة الأبيض. كذلك دليل فيها على تقصير في بعض الأمور من الناحية الدينية، لأنه الباسبور يعني هو وسيلة للسفر، هو وسيلة للانتقال من مكان إلى مكان، يعني انتقال من
مرحلة يمر فيها الإنسان من الناحية الدينية، ممكن يكون ضعف في فترة من الزمن من الناحية الدينية، راح يسترجع يسترجع ذاك النشاط اللي كان عنده من الناحية الدينية ومن ناحية العبادات وكثرة العبادات، الصوم، ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، ذكر الأدعية من هذه النواحي. والله أعلى وأعلم. إن شاء الله يا رب. نقود 20. 20 من العشرة. الرقم 2 رقم زوجي، دليل على زواج. كذلك إذا فسرناها بالرقم وكذلك رقم 0 يدل على الحمل. الرقم 2 يدل على العقود ويدل على الزواج لأنه رقم ثنائي. هي الرؤية تاعك الأخت أميرة بصفة عامة تدل على بشارة بخطبة وزواج. كنت نمشي بشارع مع ماما أختي اسمها بثينة، الشارع من الشرع، شرع الله، وكذلك الشرع من الناحية دي من ناحية المحاكم. ربما راح يكون عندكم فيه عقد. واختي اسمها بثينة. بثينة من الثناء، يعني الناس يثنون على أخلاقكم، على قيمكم، على يعني السمعة على البيت تاعكم، يعني يثنون عليكم. فتنا على حانوت تاع لبسة، شفت حجاب عجبني ياسر، قلت لاختي صغيرة اسمها نسرين روحي جيبي لي نشوف. جابت لي زوج، واحد اخضر فاتح ياسر، الاخر برتقالي، دليل على خاطبين راح يجوكي، ربما راح يجوك في نفس الفترة الزمنية. انسان واحد منهم اخضر فاتح، يعني انسان دين، يعني نقولوا التدين تاعو لا بأس به، لأنه التدين اللون الأخضر يدل على تدين الشخص، ويعني كي يكون درجة تاع تدين الشخص أكثر يكون ذاك اللون أكثر حرارة في اللون. وهنا فاتح دليل على أنه الإنسان هذا صح إنسان دين، لكن يعني الحمد لله تدين عادي. البرتقالي دليل على أنه هذا الإنسان الشخص الثاني إنسان حيوي، إنسان بار بوالديه كثيرا. وراني وما كنتش في دارنا، دار ما نعرفهمش، أنك ما كنتيش في داركم دليل على أنه عندك تعطيل، ربما مس، ربما عين، ربما سحر. لمن ما نعرفش لمن، لأنك ما تعرفيش الدار وما كنتيش في الدار، دليل على تغييب، يعني عندك تغييب في الأمر، يعني تعطيل. بالأخص إذا كنتي تخطبين وما يتمش الأمر، ولا يهضروا عليك ولا يقول لك كانوا جايينك وخلينا نحاولوا يخطبوك وما يتمش الأمر، هنايا تعرفيها. وكانت امرأة ثم شفت وجهها بصح جامي شفتها في حياتي. مي ماما كنت تضحك معاها، قلت لي نوضي قديهم، نط لبستهم، ميكي لبستهم ما عجبونيش، لقيت الذراع نتاعهم قصار، يعني انه هذا الشخصين او الخاطبين ما يعجبوكش، وما يعجبوكش من الناحية المادية، لأنه الذراع يدل على المقصد المالي، ولا الناحية المالية لأنه الإنسان يجيب القوت تاعه اليومي بالذراع تاعه. نقولوا الذراع قصير، يعني تقصير في الأمور المادية، يعني من الناحية المادية ما همش لاحقين، يعني ممكن راح ترفضيهم بسبب هذا بسبب مادي. هي صدفة شفت ملاية كحلة عجبتني لبستها، وقلت لها سقسي شحال دير نشتريها، وديك امرأة قالت لي جاتك زينة، حالة اجتماعية، دليل على أنه حيكون في خاطب ثالث. هذا الخاطب إنسان واسع في أمور، يعني سيسعها عليه ربي، لأنه الملاية تجي فضفاضة، وكذلك لونها معروف أن الملاية تجي سوداء. السواد من السؤدد والسيادة، يعني أن هذا الشخص عنده مكانة في المجتمع، يعني يترأس شيء الله أعلم ما هو. وكذلك من الناحية المادية لا بأس به، لأن السواد يدل على السؤدد والسيادة، سؤدد من المال. وأنها أعجبتك يعني راح توافقي عليه، لبستيها يعني أنه راح يتم هذا الزواج، راح يتم على خير. قلت لها سقسي شحال دير نشريها، هذيك المرأة قالت لي جاتك زينة. المرأة ذيك اللي شتيها وما تعرفيهاش، ديك دليل على الدنيا، يعني أن الدنيا ستقبل عليك، وأنها جاتك زينة، يعني زينة من زينة. قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، دليل عفوا وإشارة أنه راح يكون في عندك حمل وولادة، مش راح تكون مدة كبيرة بين زواجك والولادة تاعك. اختي شفت منام جارتنا اسمها
الشامخ هذه كانت مريضة، وقت فات رأيتها بصحة جيدة ودايرة قصعة طعام ومرقة بنان ما شاء الله. فرحت وكليت مع العلم راني مخطوبة. الشامخ من الشموخ هذه كانت مريضة وقت فات رأيتها. القصعة دليل على اجتماع خير، راح يكون عندكم اجتماع خير، الله أعلم ما هو، المهم اجتماع لخير، لأنه القصعة يجتمع عليها الناس للأكل والطعام، طعام ومرقة بنان ما شاء الله. فرحت. كذلك دليل على أنه هذا السيدة إذا كانت مازالت مريضة دليل على أنها بحاجة إلى أن تخرج صدقة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال داووا مرضاكم بالصدقة. ونرانا بصحة جيدة، معنيش رأيتها بصحة جيدة، يعني أنه الشفاء تاعها راح يكون بسبب الصدقة، بالأخص إذا كانت مازالت مريضة، هذه في إشارة أنه شفائها راح يكون بسبب الصدقة ما شاء الله. فرحت وكليت مع العلم. أنك أكلتي من هذه دليل على أنه راح يجيك رزق مع العلم راني مخطوبة، يعني راح يجيك رزق راح تقاسموه مع هذه المرأة، الله أعلم ما هو هذا الرزق. اسمها شامخ شموخ. لو ذكرتي اسم زوجها ربما راح يكون يعني راح يكون فيه إشارة لصفة الزوج تاعك من صفة الزوج تاعها، لأنه القطعة كذلك تدل على النسب، لأنه لما تاكلي مع شخص يعني راح يكون فيه نسب بيناتكم، بدم أنها هي مرأة وانتي مرأة وكليتوا مع بعضكم، دليل على أنه هذا الرمز ينعكس على الأزواج، يعني الصفة من زوجها راح تكون صفة في زوجك، الله أعلم ما هي، لكن هذه الصفة صفة حسنة، لأنه الأكل اللي اجتمعتوا عليه عفوا أكل حسن، أكل طيب. فضلك نمشي في الشارع قلنا من الشارع قريب لينا، وانا نمشي شفت وسط الشارع أشجار فواكه. نشوف الحالة الاجتماعية عزباء. نمشي في الشارع لينا وانا نمشي شفت وسط الشارع أشجار فواكه. شجرة أولى قطفت منها حبة تفاح أخضر. التفاح الأخضر للعزباء يدل على زواج، وبديت ناكل فيه أنك أكلتي منها، يعني راح يعني إشارة قوية أنه راح يكون فيه زواج. نرجع لك نبدأ من الأول. الشارع قلنا من الشرع، يعني راح في هذا الوقت راح تمشي في أمور الشرع، يعني راح يكون فيه أمور تاع خطبة وزواج، لأنه الزواج هو شرع من شرع الله. وربما هذا الإنسان قريب ليكم ولا من الأقارب تاعكم، عندكم صلة به لأنه الشارع قريب ليكم. أنا نمشي شفت في وسط الشارع أشجار فواكه. أشجار الفواكه هي أشجار الفواكه دليل على عروض الزواج، لأنه الأشجار تعرض الفاكهة تاعها للأشخاص. قطفت من حبة تفاح، قلنا التفاح الأخضر بالنسبة للعزباء يدل على زواج، أنك أكلتي منها دليل على أنه حيتم هذا الزواج ناكل فيها. والشجرة الثانية أخذت منها عنقود عنب، دليل قلنا على زواج. العنب دليل على المال، دليل على عنقود عنب أخضر كليته ثاني، يعني راح كذلك راح يجيك مبلغ مالي، الله أعلم، بالأخص إذا كنتي من يعني تستناي في هذا المبلغ مالي راح يجيك. ومادام أن في وقت العنب ما زلنا ما في وقت العنب، يعني الرؤية هذه راح تتحقق لأنه في وقتها. وكليته ثاني يعني أن هذا المبلغ المالي اللي حتحصلي عليه مش راح يدوم، لأنه العنب في الغالب ما يطولش، وزاد أنك كليتيه. لو كان زبيب يعني راح يكون هذا الماء راح تدخريه، لكن مادام أنه عنب وأخضر يعني أن هذا الماء راح تستثمريه ثم راح تاكليه معنا ما يقعدش. والشجرة الثالثة أخذت منها عنب أحمر. العنب الأحمر دليل على مبلغ مالي يجيك من شخص تحبينه، لأنه العنب الأحمر يدل على الحب، والله أعلى وأعلم. هي الرؤية على العموم جميلة جدا، دليل على زواج، والزواج هذا راح يتم، ودليل كذلك على مال راح يجيك. تفسير ذهاب إلى العمرة مع العائلة. ذهاب إلى العمرة دليل على انتقال من حال أقل إلى حال أحسن، وبالأخص إذا كان عندكم شخص مريض في البيت دليل على شفائه
كذلك إذا كان عندكم هموم أو مشاكل في البيت دليل على انفراجها. وعمرة كذلك من التعمير دليل على أنكم راح تكتسبوا شيء في البيت، راح تكون في تعمير للبيت، يعني راح تشروا شيء جديد راح يدخل عليكم في البيت. هذا هو تفسيرها، الله أعلى وأعلم. مع الصباح رأيت ذرة ابنتي نائمة مع زوجها وعاطها بالذهب بدون ثياب. الأخت أم عبدو هذه بعتيها لي شحال مرة، هذه ما نقدرش نفسرها لأنه فيها رؤية، هذه فيها أسرار شغل كما نقولوا فيها تفضح حوايج، معناها من الأحسن الواحد يتفاداها، خليها تمشي كيما هاك وخلاص. إنها الرؤية واضحة، فيها أسرار ياسر. مقسوم نصفين، جزء أبيض مثل الجبس، جزء أسمر غامق مش لون. نعتذر ما نقدرش نفسرها الأخت أم عبدو، سمحي لي حبيبتي، ما نقدرش نفسرها. تفسير حلم المجنون يجري ورائي حالة اجتماعية متزوجة وحامل. المجنون مجنون من الأحسن أنك تحصني نفسك. الأخت جمانة أحسن أنك تحصني نفسك بالرؤية، ما تحكيهاش. وفي الليل دائما نامي على وضوء، وحاولي تدهني بزيت زيتون، إذا كان عندك زيت زيتون مرقي تدهني به مفاصل الجسد، يعني المفصل تاع الذراع، المفصل تاع الرجل، في الرقبة. وابتعدي على سماع الأغاني إذا كنت تسمعي في هذه الفترة، لأنه المجنون اشتق منها جن، وأنه يجري من وراك، يعني أنك ضعيفة في هذه الفترة، يعني ربما عندك تقصير من الناحية الدينية، من الأحسن أنك تنتبهي لنفسك. هذه الرؤية يتنبه فيك، بالأخص إذا كان هذا المجنون يعني شتيه معناها في حالة ما هيش مليحة، يعني يشتيك حال يشتيه موسخ، شتيه مماح ولا مقطعين، معناها ديري حذرك، حصني نفسك. وإذا شتيه في حالة جيدة، يعني على أنه هناك عدو كنقولوا يحسدك على الحمل، لأنه مجنون اشتق منها جن، والجن يعني هو الجنين، لأنه الجنين عفوا يشتق من كلمة جن، لأنه الجنين متخفي كما الجن، معناها ما نقدروش نشوفوه في الحمل، كي تكون الأم حامل ما نقدروش نشوفوه مغطى بهذه الصفة. وكنتي تعرفي إذا كان شخص يعني الشوفة تاعو مرعبة تخوف، بالأخص إذا نطي معناها من النوم نطي خايفة، دليل على أنك من الأحسن تحصني نفسك. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاد الأيام أنا أحلم برجال يطاردوني، المرة الأولى ساعدني صديق من الفيس، المرة الثانية أخي الأكبر، المرة الثالثة رأيته دخل غرفتي أنا نائمة لم أستطع الصراخ، ذهبت إلى أمي، الذي دخل غرفتي يشبه زميلي بالعمل. الأخت روزا انتبهي أنه عندك اختراق حصانة، يعني أنك معرضة للأذى من العالم الآخر من ناحية سحر أو جن، أو أنك 3 مرات، يعني رقم 3 يؤكد هذا. إذا كنت كذلك مصاحبة ديري حذرك في الصحبة لكن صاحبتهم، لأنه رقم 3 يشير للصحبة، كذلك يشير للسفر، يعني ديري حذرك. أنه الغرفة هي الإنسان لما يكون في غرفته يكون محمي، لكن أنت تدخل عليك هذا الشخص، يعني أنه الحصانة تاعك مخترقة، يعني أنه معناها أنت سهلة المنال بالنسبة للجن، المس، الأذى بصفة عامة، الأذى الروحاني بصفة عامة، أنك سهلة المنال، وأنك ما تستطيعيش الصراخ، يعني أنه هذا الشيء مخفي، لأنك ما تقدريش نقولوا ما عندوش أعراض اللي تقدري تعرفي بها بلي صح راكي مصابة، يعني هذه الحاجة مأثرة عليك نفسيا وجسديا، لكن انت ما تقدريش تعرفيها لأنه ما قدرتيش تصرخي، يعني الكلام تاعك ماهوش مسموع، فانتبهي. اقرأي سورة البقرة من الأحسن حتى يزول عليك هذا الشيء، وابتعدي على سماع الأغاني. سلام بنت خالتي. عليكم السلام. إكرام عندها سروال، هذا السروال لاصق فيه سروال ثاني،
وجات ماما قالت لبابا شوف هذا السروال نشروه ها كما هو. قلت انا والو ندي السروال الزوج، هما كي اللي لاصقين. قالت بنت خالي والو، وماما قالت لي شري بدراهمك جديد. وراحت بنت خالتي بدلت السروال ولبست الزاوج، وجاها قصير وضيق، وهو نورمالمون نوعيته يجي 109. نورمالمون على حسب الرؤية الانتيلة هذه أعزباء وما نش عارف، لأنه السروال من التسرول دليل على الحماية الحماية من المعصية، يعني العصمة إنسان. والسروال دليل على الزواج. هذا السروال لاصق، هذا السروال لاصق من راني لاصق فيه سروال ثاني. ربما انه هذا الشخص الزميل تاعو ولا يرغب في الاخت تاعك. اعطيني الحالة الاجتماعية باه نقدر نفسرها لك احسن، لانه اذا وليت ندير في فرضيات راح يختلط التفسير وراح متفهمينيش. سلام ماما، اسمها فاطمة. شفت باللي ناس قاع ياسر خايفة منهم، كانوا يحوسوا يديروا لنا السم. هي لمدوا قاع الحشرات السامة يستغروا السم يديروهن. السم دليل على الأذى يعني بالكلام، يعني انه الناس، يعني انه الام تاعك انسانة ما شاء الله فاطمة من الفطنة، يعني انقطاع الامر، يعني انه الام تاعك يأست من امر او يأس من شيء، لكن هذا الامر راح يتجدد وراح يتم. شفت باللي الناس قاع ياسر من اليسر، يعني ربي راح ييسر لها في هذا الامر وراح يتم. وانها خايفة منهم، يعني انه عندكم حسد كبير من طرف الناس بالاخص من الاقارب، وانه هذو يحوسوا يديركم السم، يعني انه هذو الاشخاص ديما يؤذوكم من ناحية الكلام، لانه نقول لك الكلمة سامة. هي لمدوا قاع الحشرات السامة. الحشرات السامة دليل على الحسد، انه عندكم حسد كبير بيستغروا السم ويديروهن. يعني الرؤية بصفة عامة انه عندكم شيء الله اعلم ما هو، الام انتم ما تعرفوا ما على باليش، وانه هذا الامر كنتوا راح تمشوا فيه، راح تسهلوا فيه، لكن الامر هذا صار لكم فيه تعرقلة الامور، لانه فاطمة قلنا من الفطام، يعني مشتقة من الولد اللي يفطموه على الحليب، على الرضاعة عفوا. وانه يعني هذا الامر انقطع، يعني صار لكم فيه كنقول تعطيل، انقطع هذا الامر، لكن راح يتجدد هذا الامر وراح يرجع من جديد، راح يعاود يظهر من جديد، راح ييسرلكم ربي فيه. لكن عندكم حسد هو اللي يهدي لكم هذا التعطيل في حياتكم بصفة عامة، وفي هذا الامر خاصة بسبب اشخاص في الغالب من الاقارب. قلنا السم يدل على الكلام الجارح، يعني انه عندكم في الناس اللي من ناحيتكم يتعمدوا ايذائكم بالاخص بالكلمة الجارحة. والحشرات قلنا دليل قاطع على الحسد، وكذلك دليل على أعداء ضعاف، يعني يحاولوا يمكرون ويحسدوكم وشغلوا يدوكم الخدع، لكن ربي كبر منهم يمكرون والله خير الماكرين. والله أعلى وأعلم. عليكم السلام حبيبتي بنتي أميرة، وش راكي؟ الله لا يغيبك حنون. لاباس الحمد لله والله لاباس. ان شاء الله دوكا نكمل اللايف ونجيك بربي ان شاء الله. كان عندي مشكل في الفيس ما يمشيش. بشرى، السلام عليكم ورحمة السلام. شوفتوا كأني نمشي راني نشوف الحالة الاجتماعية. يا بشرى، لماذا لم تذكري الحالة الاجتماعية؟ يا بشار،
بشرى عاودي ذكري لي الرؤية، ذكري فيها حالة اجتماعية، لأنه الرؤية تاعك طويلة، وإذا فسرتها بالتفسيرين أنا على أنك عزباء وعلى أنك متزوجة راح تدي الوقت. أمواج البحر. وعليكم السلام حبيبتي. شفت الأب جاب صندوق فيه سكريات وصوالح بزاف، أنا هزيت الشوكولاتة ما حبيتش نعطي لهم منها، كليت منها شوي وخبيتها عندي. الصندوق هذا صندوق من الخشب ولا معدن آخر؟ الصندوق يدل على الأسرار، وكذلك يدل على المال المدخر. يعني الأب تاعكم معناها ممكن مخبي حوايج عليكم، يعني مش حوايج تفهمي حاجة أخرى. كيف نقولوا الأب تاعكم جاي من نوع الكتوم، يعني ما يحكيش قاع واش كاين. إما يقول لك كيف نقولوا صندوق أسراري، لخاطرش الصندوق كذاك يعبر بالكتمان، أنه هذا السيد يعني إنسان كتوم، يعني ما تعرفيش التفكير تاعو من الإنسان. كاين إنسان فضفاض وثرثار يحب يهضر ياسر، كاين إنسان كتوم. وكذلك دليل على أنه إذا كان عندكم إرث، يعني هذا الإرث راح تبدأ تتحل هذه الأمور بالعقل وراح يجيكم هذا المال. وكذلك دليل على أنه عندكم مال وراح يدخر، ممكن من هذا الإرث، ممكن عندكم حاليا، لأن الصندوق يدل على الأشياء المدخرة. وكذلك يدل على الحقائق، أنه ربما عندكم حوايج راح تنكشف وراح تبان أمور، لكن أمور جيدة طبعا، لأنه فيها السكريات، لأنه السكريات يعني حاجة حلوة، يعني أخبار سارة، أخبار مفرحة. صوالح بزاف. أنا هزيت شوكولاتة من الشوق، يعني أنه ربما في شخص غائب عندكم في الأسرة والله أعلم، راح تجتمعوا به، راح تتلاقوا به. وشوكولاتة كذلك دليل على الأفراح، دليل على فرح راح يكون عندكم، حبيتش نعطيهم منها. وفرح يعني بالاخص انك ديتيه انتيا، ربما اذا كنتي عازباء دليل على خطوبه، واذا كنتي متزوجه دليل على حمل، ولاده، دليل شيء من هذا القبيل. اذا كنتي طالبه للعمل او معناها من ممتحني شهاده البكالوريا، كذلك فيه اشاره لفرح. اعطيهم منها، كليت منها شوي وخبيتها عندي، يعني راح تقاسمي هذا الفرح مع العائله تاعك. وطبعا على حسب اسم الأب، إذا كان مثلا اسم الأب محمد، يعني هذا الخير وهذا الرزق راح تحمدون الله عليه. مثلا اسمه عبد القادر، يعني القدر راح يسوق لكم خير، ما تتوقعوش، يعني حسب اسم الأب. وهي رؤية على العموم جيدة وجميلة جدا، الله أعلى وأعلم. استغفر الله. غيمة فرح تعيشون، نكتب من نام ويتسمع ترد تكتبولي على النت ثابت. كنتي ناشطتي في كاش جروب هذا الأخت غيمة. شفت روحي نوضت في الليل، خرجت للحوش. أنك فطنتي النهوض في الليل دليل على استجابة الدعاء. أنت مصرة وملحة في دعاء راح يستجاب، لأنه الإنسان لما ينهض في الليل كاين واحد الدعاء راني مش متفكراتو، أنه الإنسان لما ينهض في الليل يدعو بوحد الدعاء، سيتو نتفكرو فكرتوش. مهم أنه الإنسان هذا لما يصحو في الليل يدعو بوحد الدعاء، ربي راح يستجيب له. الحوش من الوحشة، دليل على أنك تشعرين بالوحشة، الوحدة، يعني في حاجة مقلقاتك مخوفاتك من هذا الشيء. شفت في السماء دليل كذلك على الترقب، على أنك تترقبي وراكي تستناي في أمر اللي قلنا هو على أنه استجابة دعاء. صورة تاع بقرة وعجل وثور متحضنين مع بعض. البقرة في السماء صورة، وفي السماء رزقهم وما يوعدون، قال الله تعالى في الآية، يعني أنه العام هذا حيكون عام خير وعام بركة وعام فرح وسعادة لك، لأنه البقرة تدل على سنة. والعجل من العجل، أنك تستعجلين في أمر وتنتظرينه بفارغ الصبر. قال الله تعالى خلق الإنسان عجولا، يعني أن الإنسان بطبيعته يكون يحب شيء يشغف ويحب وين سيوصل هذا الشيء. لكن الرؤية هذه ما شاء الله، قلنا أنه هذاك في الليل دليل على استجابة الدعاء. استجابة الدعاء راح يكون في هذه السنة بإذن الله. البقرة تدل على عام خير ورزق، ذلك نسبة إلى رؤية سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام.
عفوا مش رؤية سيدنا يوسف، رؤية ملك مصر اللي فسرها له سيدنا يوسف، إني أرى 7 بقرات سمان، معروفة هذه الرؤية. والثور، الثور كذلك دليل على أنه راح يجيكم رجل ذو مال وذو هيبة، لأنه الثور يعني رجل عنده هيبة، عنده شخصية. وكذلك دليل على عام تاع عمل الثور، لأنه الثور يستعمل في الحراثة. دليل والله أعلم أنه هذا العام عام خير ورزق لك كثيرا، يعني راح تعملين فيه عمل راح يكون هذا العمل يعني راح يعني تجنين منه الكثير، لأنه الثور قلنا يستعمل في الحراثة، والحراثة طبعا هي لأنه الإنسان يحصد، ويعني كذلك معناها تدل على أنه نتيجة تعب كل السنين هذو كل راح تحصديه في هذا العام. متحضنين يعني السنة هذه السنة تاعك إن شاء الله يا رب. ومع بعض كي بغيت نصورها مبقاش تليفون، كي بغيت نصورها تليفوني تفتح تليفون، دليل على بشارة خير. الهاتف بشارة خير راح تجيك، وفرح وسرور، لأنه الهاتف يحمل الأخبار السارة في الرؤى، وتفسيره هكذا. باب الحوش يعني الوحشة والخوف والحزن اللي راكي فيه، يعني راح يزول هذا الشيء، لأنه تفتح الباب. قال الله تعالى وفتحنا له فتحا مبينا، يعني ربي راح يفتح عليك في أمورك كلها، وبالأخص الأمور اللي مضايقاتك، الأمور اللي مش حاسرها فيها مرتاحة. وراني خفت رحت نبلع فيه على خاطر كان الليل. أي أنا كي وصلت للباب فات رجل هز طفلة ومصباح. الليل يدل على السكونة والهدوء، لأنه الناس ترتاح في الليل، دليل على الراحة، يعني راح تحسي براحة نفسية. كي وصلت للباب فات رجل هز طفلة ومصباح. الرجل هنايا دليل ربما على أنه عندك أعداء. هز الطفلة دليل على البشارة، ودليل على دنيا مقبلة عليك. المصباح دليل على أنك تقرأين آية أو دعاء، هذاك الشيء، هذاك الآية وهذاك الدعاء راح يضوي لك حياتك، يعني راح يغير لك حياتك، وهو اللي تهتدين به، لأنه المصباح دليل على الدين. كأنها مصباح لجي، نسيت الآية في سورة التين والزيتون على ما أظن. يداوي يضوي به، وانا قعدت نلوح للطفلة بيدي. تكتب وري فرط بليز، ما راكش هنايا، ما سمعتيش التفسير، وين راهي غيمة فرح. الله اعلى واعلم. الرؤية تاعك جميلة جدا. مصباح رجل اسمه ابن عدة. وين هي الرؤية يا الأخت جوجو؟ وين هي الرؤية اللي رجل اسمه ابن عدة؟ ما شفت أمي توريني في الذهب، عجبتني سلسلة تاع ذهب طويلة، وكان فيها موتيف تاع وردة كبيرة، تقول وردة صح، وهي ذهب لبستها، قالت لي هذه ب1,800,000. قلت لها خلاص نديها خبيها حتى نجيب الدراهم. السلسلة دليل على السنة. صبر شوفي. الذهب زينة، قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، دليل على مال أو شيء راح يجيك خلال السنة. السلسلة عفوا قلنا سنة، لأنه السلسلة شيء دائري فيه، يعني فيه حلقات متلاصقة، كذلك السنة يعني أيام وشهور وساعات تكون سنة دائرية، يعني الحول يدور كما يقول لك في العامية تاعنا، يدور الحول، يعني حاجة دائرية. الذهب طبعا هو جيد بالنسبة للمرأة، يعني شيء مفرح راح يجيك هذه خلال هذه السنة طويلة، وكان فيها موتيف تاع وردة. وردة نشتق منها ورد،
الله أعلم إذا كنت مواظبة على الورد اليومي أو لا. أنت تعرفي روحك إذا كنت مواظبة على الورد اليومي تاعك، هذه معناها راها حاجة زينة لك. إذا ما كنتش مواظبة على الورد اليومي، هذه راها يعني باه تحرصي أكثر، يعني مازال، لأنه القلادة هي تدار في العنق، يعني عندك دين في العنق تاعك اللي هو الوردة، نشتق منها كلمة الورد، الورد اليومي، يعني أنه عندك دين في رقبتك ما يقولون. تقول وردة صح وهي ذهب، لبستها قلت لي هذه ب1,800,000 نديروا منها رقم 10 أصفار، قلنا تدل على الحمل والولادة وكذا، دليل على اكتمال الأمر لأنها دائرية. إذا فسرناها بالرقم 1,000,000 طبعا جي أصفار ورقم 1، نفسرها بالرقم 10 دليل على تمام الأمور، عفوا يعني. قال الله تعالى تلك 10 كاملة، دليل على تمام أمر أنت مقبلة عليه. وإذا فسرنا الرقم 800، كذلك الأصفار تؤيد الرقم 8. كذلك ممكن أنه عندكم الأم تاعك عندها شيء من الإرث، ممكن يكون حصتها الثمن راح تديها، والله أعلى وأعلم. قلت لها خلاص نديها، خبيها حتى نجيب الدراهم. أنها تخبيها لك معناها هذا الشيء مازال مش راح يتحقق في الوقت الحالي، معناها مازال وقتها ما راح يتحقق، لأن قلت لها خبيها لي، والله أعلى وأعلم. أختي شافت منام، شافت روحها شغل كنا في دار وعندنا الغاشي، كي خرجت لقيت سحابة كحلة مكتوب فيها حسابكم قريب. كي شافت أختي هاك دخلت، شافت منام روحها شغل كنا في دارنا وعندنا الغاشي. أختي هاك دخلت قالت لي روحي ندوشو. هي كي دخلنا قالت لي دوشنا، دات برمة تاع ماء وفيها صابون، روحنا فوق. خرجت لقيت شغل دارنا ولات عالية، وديك السحابة راحت فيه جهة واحدة أخرى وصبت ديك السحابة النوم، وحملت ياسر مع العلم أختي مطلقة وخدامة. السحابة دليل على المشاكل، كذلك دليل على الابتلاء، وبما أنها كحلة دليل يعني يعني تأيد التفسير على أنه فيه مشاكل وهموم وثاني تقصير من الناحية الدينية، أنه كانت فوق المنزل تاعكم، يعني أنه المشاكل هذه خاصة بكم، يعني أنه هذا الابتلاء وهذا خاص بكم ماهوش عام، لأنه الغيمة كانت فوق البيت تاعكم. طلعت الرؤية، نحاول نتفكرها. نتذكر بعد قلتي لي خافت ودخلت نورمالمون، وبعديها درت قدرة تاع ما تحمى، نسيت واش قريت. عاوديها الأخت نتفكرها، نسيت. خاطرش ممكن أي رمز راه يغير التفسير، وإذا تفكرتش الرمز ممكن راح نغير لك التفسير. بنتي أميرة سلام، نصحي دايرة مسايس تاع ذهب في يدي اليسرى، مش في الشحار وقيل 5. المهم واحدة فيهم كامل يتشابهوا إلا واحدة فيهم ماشي كيما هم. هذيك اللي ماشي كيما هما، هذيك هي نسيبتي أنا. كنت عروستي. المسايس من المسايس، نشتقوها من المسايس، يعني أنك ذي المرحلة كجور قاعدة قد تسايسي وكاع تمري في نقولوا المرحلة هذه لك تمري فيها شوية راهي متعباتك هذه المرحلة، لأنه الأساور يعني من الأسر، مسايس ولا الأسويرة من الأسر، يعني راكي شغل حاسة روحك مقيدة في هذه الفترة، ماكش عارفة واش ديري، كنقولوا عندك ضغوطات مشاكل وراكي مزيرة فيهم، لأنه نقولوا كما قلت لك الأساور من الأسر، يعني أسيرة في هذا المشكل أو هذا الهم اللي فيه. وأنه الرقم 5 يدل على الصلوات الخمس، يعني أنه هذا الهم عندك يوميا، يعني مهوش فترة
ويزول ربما راه في مدة كبيرة، لأنه رقم 5 كما قلنا يدل على الصلوات الخمس، يعني أنه هذا الهم يعني عايش معك يوميا. وكذلك دليل على أنه هذا الأمر يعني مازال معلق، لأنه الرقم 5 يدل على التعلق. وكذلك دليل على أنك راح تفارقي أشخاص، ويعني مش راح ترجعي معاهم، لأنه الله تعالى يعني هذه الأشخاص ربما يعني يلفقوا لك تهمة أو شيء من هذا القبيل، لأن الله تعالى قال: الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، عفوا، في قصة سيدنا يوسف عليه السلام مع زوجة العزيز مصر، لما اتهمته بأنه يريد بها السوء. لكن الرؤية دليل فيها دليل على أنك معناها متهمة، يعني اتخاذك هذا الشيء، لأنه رقم 5 دليل على براءة سيدنا يوسف في هذه القضية، وأنك كنت دايرة في يدك واحدة مختلفة، يعني أنه الفرج راح يكون على حسب هذه القلادة، عفوا هذه الإسورة المختلفة. إذا كانت من يعني هي البداية تاعها من جهة الأصابع تاع اليد، راح يكون هذا الفرج في الصباح. إذا كانت هي نهاية في النهاية تاع الأساور، يعني هي التالية، راح يكون هذا الفرج راح يجيك في هذا الليل، أو البشارة أو الفرح هذا بتغير هذا الحال راح يكون في الليل. إذا كانت في الوسط يعني في وقت الظهر، يعني هذا الخبر المفرح أو هذا الشيء. والذهب طبعا جيد للمرأة، لأنه قلنا زينة، دليل على كذلك على مال أو مبلغ مالي راح تحكميه، ومبلغ مالي راح تحكميه. ولكن هذا المبلغ مالي مش راح يتم، لأنه الرقم 5 يدل على السرعة في زوال الأمر، لأنه إحنا في العامية تاعنا نقولوا 5 دقائق ونجيك مثلا. وكذلك تفكر اليسرى من التيسير في الأمر، وهذا المشكل الله أعلم جايك من طرف النساء، لأنه اليد اليسرى تدل على النساء، واليمنى تدل على الرجال. أنك دارتها في اليد اليسرى دليل على أن هذا المشكل اللي راكي تواجهيه جاي من طرف النساء. واليسرى من التيسير في الأمر، يعني راح يتيسر لك أمر أنت مهمومة وفي مشكل فيه. فيديو مش يطلع لي، ما نعرف علاش، بالك الكونيكسيون عندك ثقيله. والله أعلى وأعلم. وكذلك قلنا الأساور تدل على الأولاد، لأنه قلنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والأساور والزينة تاع المرأة الذهب كذلك تدل على الأولاد، يعني روع أولاد. وراح تزيدي جنس مختلف، الخامسة حيكون جنس مختلف، لأنه الأسورة الخامسة تختلف على الأولين. والله أعلى وأعلم. طلعت رأيت أني أتنازع مع أختي على أحمر الشفاه روج، فقالت لي: اتركي لي وانت ذهبي ارجعي صورتك التي أخذت مني. فأخذت منها الروج واسترجعت صورتي مع عطر مسك أبيض. أنا عازبة أختي متزوجة. أني أتنازع مع أختي على أحمر شفاه. أحمر الشفاه دليل على الزوج، وكذلك دليل على مال، ودليل على أولاد. راح يعني الإشارة هذه الأولى دليل على أنك راح تنجبين نفس وش أنجبت الأخت تاعك في أول حمل ليها، لأنه الأحمر الشفاء هو زينة للمرأة، وهذا الزينة يعني كما نقولوا واضحة، لأنه أحمر الشفاء طبعا يجي واضح يلفت الانتباه. ربما راح يكون هذا المولود جميل جدا. إني أتنازع مع أختي على أحمر شفاه. ربما والله أعلم، الغالب أنه المولود هذا يكون ذكر نسبة إلى شكل معجون، عفوا أحمر الشفاه. وكذلك دليل على خاطب راح يجيك. اتركي لي وأنت اذهبي ارجعي صورتك التي أخذت منك. الأخت تاعك فقالت لي: اتركي، أنه الصورة تاعك أخذت منك. ربما يعني صار لك مشكل أو شيء من هذا القبيل، ربما تغيرت نظرة الناس ليك، لأنه قلت لك ارجعي صورتك القديمة، أو أنك شغل صارك تغير في حياتك، لأن أو التغير هذاك شغل ما عجبش الأهل تاعك، يحاولوك تكوني كما كنتي، لأنه الإنسان يتغير طبعا في كل الأمور.
وانهم يحوسوا ترجعي كما كنتي من قبل. كان مرات الانسان هاك يوقف، يكون عنده مشكل او كذا، ذاك المشكل يغير في حياته، يغير حتى في تصرفاته وطباعه. مثلا يكون ذاك الانسان كان انسان مرح، يجي هذا الشيء يحزنه، يتغير معناه مفهومه الحياة، واللي انسان كئيب. اهله يحوسوه يكون كما كان. مثلا نعطيك في مثال باك تعرفي روحك. طلعت رجعت ذهبي ارجعي صورتك التي أخذت مني. فأخذت منها الروج واسترجعت صورة. الحمد لله أنك استرجعتي صورتك، يعني أنه رجعتي لحالتك ورجعتي، يعني راح تستدركي روحك وترجعي كما كنتي وكما ما يحوسوا الأهل تاعك. فأخذت منها الروج. كذلك دليل على زواج، قلنا الروج دليل على زواج، أنك أخذتيه منها دليل على زواج وحمل، وراح يكون نفس الحمل اللي حملت به أختك. وفي الغالب والله أعلم أنه مولودك راح يكون ذكر. استرجعت صورتي. عطر المسك دليل على المسك والرائحة، وبصفة عامة هذا يدل على الأخلاق تاع الشخص، لأنه العطر يفوح. كذلك الأخلاق تعرف من بعيد. يقول لك أشهر من عين على علم. يقول لك فلان ما شاء الله تربية وأخلاق، فلان يعني يشار عليه بالبنان. وعطر المسك دليل على الأخلاق، يعني أنك إنسانة ما شاء الله، لكن فيه مشكل صرا والله، ممكن تغيرت نظرة الناس ليك، لكن الحمد لله أنك إنسانة ما شاء الله. وراح تتزوجي وتتزوجي كذلك بشخص ثاني إنسان دين، لأنه المسك كذلك يعني من الأشياء المحببة عندنا في الدين الإسلامي، يعني أنه هذا الإنسان إنسان دين. هي الرؤية على العموم جميلة جدا ما شاء الله، يعني أنه براءتك تجي حتى وانتي تكوني معناها ما عندكش هذا الشيء كما هاك، لكن معناها نقولوا انتي ما يكونش معروف عندك على انه الناس تظن فيك ظن السوء، لكن الرؤية تاعك تدل باللي انه فيه كان وناس ظنت فيك ظن السوء، لكن الحمد لله براءتك تظهر. حتى وانتي معناها تكوني ما على بالكش بلي صح ما يظنوا فيك ذاك الظن السوء، لكن الرؤية هذه تؤكد ذلك. لكن الحمد لله أخلاقك ما شاء الله، أخلاقك مثل المسك. مساء الخير، مساء النور. أنا متزوجة وحامل. زوج صديقتي اسمه عبد النور رآني في زوج صديقتي اسمه عبد النور رآني في المنام كأنه كانت عندي سلسلة ذهب مقطوعة، مجرد ما وضع عليها يده علي رجعت جديدة كما كانت. فسيرة بجديك المهم. الأخت صاحبة السلسلة كانت عندك مشاكل في الحمل أو مشاكل زوجية، لأن السلسلة وندل على السنة، وأنه كانت ربما عندك مشاكل زوجية، وربما كان عندك تأخير أو مشكل في الحمل. كأنها مصباح ضربية سورة النور. عليك نور الأخت بشرى، عليك نور. هذه هي الآية، ربي يحفظك، ربي يفتح عليك إن شاء الله. هذه هي الآية، صح يسي وحدها ولا ينسى. إن شاء الله أخت بشرى. وانا راني قلت لك لأن السلسلة لما تنقطع يعني انقطاع أمر. أظهر لي والله أعلم أنه ربما كان عندك مشكل في الحمل، يعني نعرف هذا التفصيل به نعرف باش نقدر نفسر هذا كوين، لأنه التفسير عند السلسلة انقطاعها عندها عدة تفسيرات. ربما كانت عندك مشاكل مع الزوج تاعك، وهذا الشخص تدخل عفوا وجمع العلاقة بيناتكم. كانت عندك مشاكل في الحمل، كنت ما تقدريش تحملي، هذا بسبب هذا الشخص دعالك دعاء ربي يسر لك وحملتي. عندها رؤية تاعك نقول لك عندها تقريبا 10 تفسيرات. أنا يليق نعرف أجزاء أو حوايج كيف على حياتك باه نقدر نعرف الرسالة اللي تحملها هذه الرؤية. شفت روحي حامل مع العلم أنا عزباء عفوا. الحمل بالنسبة للعزباء يدل على هم، أنك تحملين هما، وكذلك على أنك تحسين بالضعف. قال الله تعالى
حملته وهنا ووضعته وهنا. ولو أنك وضعتي في الرؤية كان راح يكون أحسن. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الأخت هنا. لو أنك وضعتي في الرؤية راح يكون أحسن معناك، لو كان التفسير أحسن أنك راح تتخلصي من هذا الهم، لكن أنك ما ولدتيش، رأيتي روحك أنك بالحمل، يعني هذا الهم معناها ما زلتي يعني ما زال مرافق لك. السلام عليكم. السلام. شفت في المنام كي هزيت تليفوني لقيت مكالمة فائتة من عند إنسان اسمه الناصر، ما عرفتوش شكون. جيد. الهاتف دليل على خبر صار، وكذلك دليل على أنك ربما، والله أعلم، أنك متعلقة بشخص، لأنه الهاتف يدل على التعلق بشخص، لأنه في وقتنا الحالي ناخذها من التفسير تاع الوقت تاعنا الحالي، أنه الإنسان ولا متعلق بالهاتف تاعو من أكثر، يعني أكثر شيء في هذه الحياة ولا متعلق الإنسان بالهاتف تاعو، يعني وين ما راح يديه معاه، يعني ممكن تنساي مش عارفة وشنو، والهاتف تاعك ما تنسايش في الغالب. يعني ربما أنك متعلقة بشيء وفي الغالب أنه شخص. شفت المنام كي هزيت تليفوني لقيت مكالمة فائتة، يعني أنك ربما تتحسرين على أمر فات، لكن ربي راح ينصرك في هذا الأمر، لأنه اسم الناصر من الانتصار، من الانتصار قلنا، يعني أنه ربما مريتي بشيء وفات عليك، لكن ربي راح ينصرك، بالأخص إذا كان معناها مشكل تاع بنات، أنه واحدة من بنات غادراتك أو خدعتك، يعني الرؤية هذه فيها دليل على أنه ربي راح ينصرك عليها. نراني شفت بابا في الرؤية أنه يبكي بصوت عالي ويقول رب يا رب. إذا كان الأب تاعك على قيد الحياة دليل على أنه الأب تاعك يعني يعاني من هم كبير، ولكن هذا الهم معناها يعني قرب زوال تاعو، قربت استجابة الدعاء الوالد تاعك، لأنه بكاء الشخص واقترانه مع الدعاء، اقترانه مع اسم يا رب دليل على استجابة الدعاء، وكذلك دليل على أنه الأب تاعك تعرض للظلم في حياته، لكن ربي راح ينصره. أنه علو الصوت دليل على أنه هذا الشخص معناها الأب تاعك وصل معناها لدرجة اللي معناها خلاص ما قدرش يتحمل العلو، وكذلك العالي معناها الابتلاء اللي تعرض له راح يزيد علو ورفعة في الآخرة. يعني هذا إذا كان الأب تاعك على قيد الحياة. إذا كان الأب تاعك متوفي دليل على أنه الأب تاعك بحاجة إلى الصدقة. وأنه طبعا كان حديث وقول يقولك أنه الإنسان لما يدعي يقول يا رب 3 مرات، في المرة الثالثة يستجيب ربي للدعاء تاعه، والله أعلم. سمعت هذا القول، برك مش متأكدة منه معناه من صحة هذا القول، لكن عندي خلفية عليه. استغفر الله. شفت منذ حوالي 3 سنين أني كنت جالسة فوق كرسي، عندما سألوني قلت لهم هذا كرسي رسول الله صلى الله عليه وسلم مخطوب ومتخرج دون عمل. الكرسي يدل على العلو والرفعة، كذلك يدل على الوظيفة، وكذلك يدل على أنك راح ترزقين بمولود ذكر، يعني صفات، يعني يحمل صفات من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام عفوا، يعني أن هذا الولد راح يكون إنسان ذو أخلاق حميدة جدا، ربما راح يكون من حفظة القرآن. كذلك دليل على أنك يعني تتحرين السنة في أفعالك، يعني في الحياة تاعك اليومية تديري حوايج من السنة، يعني حوايج كان يديرها الرسول عليه الصلاة والسلام تقتدين به، لأنك جلست على كرسيه، يعني أنك تجلسين على منهجه تتخذينه قدوة، يعني وكذلك أنك تكثرين من الصلاة عليه، لكن ما هيش بالقدر الكبير، لأنك جلستي. لو أنك معناها كنت بالقدر
تصلي عليه بقدر كافي لو كنت رأيتيه حقا، معناها تشوفيه هو في روح. أنك شفتي الكرسي تاعو دليل على أنك تمشين على منهجه وعلى سنته، وكذلك على أنك راح ترزقين بمولود ذكر، ويكون ما شاء الله إنسان بار، وممكن راح يكون المولود تاعك هو اللي هذا راح يكون له شأن. وخاصة يعني حسب الكرسي، حسب الكرسي لشتي. إذا كان الكرسي عادي يعني راح يكون الولد تاعك فيه تدين ما شاء الله. إذا حسب يعني الهيئة تاع الكرسي، إذا كان كرسي الكرسي يعني يعني الكرسي نقولوا هاك ما غابت لي الكلمة، يعني الكرسي عنده هيبة كش ولا هاك مخدوم زين وقع، دليل على انه هذا الولد تاعك راح يكون التدين تاعو على حسب الكرسي. وكذلك دليل على الزوجة تاعك، يعني ثاني فيها في إشارة للزوج تاعك على أنه إنسان متدين. الأخت الرؤى رجعت تتعاود. عادي باش كأني نمشي مع واحد اسمه أحمد الشقيري. أحمد الشقيري المرمو تاع حصة تاع خواطر على ما أظن، وكان جو الأرض مبلولة بعد المطر. ومن بعد عيطت لي وحدة كانت تقرأ معايا اسمها تركية، طلعت لها قالت لي اعطيني شوي بازلين. اي عطيت لها بصبعي شوية، وكانت معها واحدة تبان مش متربية، فصلوها بالجوز قبل. تمشي مع واحد اسمه أحمد، يعني أحمد من الحمد، يعني أن تحمدين الله على ما أصابك سواء من أمور أنك تمشي معاه، يعني أنك راضية بقضاء الله قدره. كان الجو الأرض مبلولة، دليل على استجابة الدعاء، لأنه يعني يستجيب لك لدعاء، يعني راح تحققت هذه الرؤية، لأنه الأرض مبلولة تبلد بالمطر، ومبلولة بالمطر مبلولة بالمطر يعني. وقلنا المطر عفوا دعاء مستجاب في المطر، وأنه المطر خلص وكمل والأرض مشمخة، دليل على أنك دعيتي بدعاء وراح تجيب هذا الدعاء. وبعد عيطت لي واحدة كانت تقرأ معي اسمها تركية. تركية من الترك، يعني أنك تركتي شيئا لله سيعوضك الله عفوا خيرا منه. من ترك لله شيئا عوضه خيرا منه، يعني راح يعوضك ربي على شيء تركتيه، أو كان فيه شيء يغضب الله وتركتيه بسبب هذا الشيء. لكن الرؤية هذه فيها إشارة أنه راح ربي يعوضك أحسن. وفازلين كذلك تدل على اللين، يعني أنه هذا الشخص يعني راك تتزوجي بشخص عفوا ولين الطبع. فاز ولا فازلين يعني من الفوز، يعني تفوزين كما قلت لكم، عنها تركتي شيء كان فيه شيء يغضب الله تركتيه لوجه الله، ربي راح تفوزي بهذا الشيء، راكي فزتي بهذا الامتحان اللي تحطيتي فيه، وراح ربي يبدلك هذا الشخص بإنسان لين الطباع. وطبعا هذا اللي أي شخص أو أي مرأة تحبه، يعني أنها تكون مع شخص لين الطباع، يعني ما يكونش إنسان عصبي، ما يكونش إنسان متشدد، إنسان. عطيت لها بصبعي شوي، وكانت معها واحدة تبان مش متربية. التربية طبعا تعود للجزء الأول اللي قلنا أنك تركتي شيئا لله سيعوضك الله خيرا منه. مش عارف ظهر لي شيء في الرؤية ونوما متسكي فهمتي وأناني فهماته، نشقاش نذكره لأنه ممكن يكون محرج لكي. كي رجعت له، كي رجعت قال لي هذوك اختك منهم فوالا. وكملنا الطريق، دخل الحانوت باش يشري. انا حشمت ورحت عاودت خرجت من الحانوت،
عيط لي قال لي روحي شري لي علبة عصير. فوالا، اعود انه عيط لك شري لك علبة عصير، يعني عصير من العسر، يعني انك كما حكيت لك انك مريتي بظروف وتركتي هذاك الشيء اللي الله لك راح يعوضك احسن. وعصير طبعا هو نتاج لي يعني فاكهة ونعصرها، يعني انه التجربة هذه اللي خضتيها او كذا، يعني ديتي خرجتي بها واحد الدروس واستنضجتي بها اكثر، لانه العصير طبعا هو خلاصة للفاكهة لما تنضج، يعني عصرها ويجيبوا بها العصير. انك شري لك العصير يعني انك ديك التجربة ديتي منها نقول ديتي فيها واحد كيف نقول لك، ديتي فيها واحد التجربة، واحد الخبرة في الحياة، وكذلك واحد الأجر معناها ما شاء الله. وهاي كبير ولكن فيها النصف فقط، وشرى لولدو الصغير. من بعد كملت مع ولدو الطريق. ولدو الطريق، الولد عفوا دليل على عدو، انه هناك عدو، يعني ديري حذرك. ولكن عدو هذا ضعيف لانه طفل صغير. واللي يقول لي علاه بابا ديما يهضر على النجاح. النجاح كذلك انه ديما يهضر، يعني انه كان عندك اعداء لانك كنت ناجحة في شيء. هاي الرؤية بدات تبان بالعقل، انك كنت ناجحة في شيء، وربما بهذا الشيء تعرضتي لمضايقات وكذا، وتركتي اشياء ربما كنت حابة توصليها وتركتيها بسبب هذا الشيء اللي كان ممكن يغضب ربي. لكن ما شاء الله قلت له لانه النجاح هو اهم شيء في الحياة. رجعت للدار، شفت على مقربة فرس ابيض وجميلة. الفرس الابيض والحصان، قال الله تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك الخيل مربوط في نواصيها الخير، يعني دليل على أنك مقبلة على خير كبير. إذا كانت فرس بيضاء دليل على سنة، يعني راح تصير فيها أمورك بشكل جميل جدا، لأنه الفرس والخيل يقوم بها في الغزوات ويمشي بها الإنسان، وكذلك تقاس السرعة بسرعة الحصان، يعني راح يمر هذا التعب النفسي وهذا الإرهاق وهذا الظلم اللي تعرضتي له، راح يمر هذا الشيء بسرعة، وراح تعيشي أيام أجمل من اللي فاتت عليك. لأنه الفرس أو الحصان يعني انتقال، لأن الفرس كذلك ننتقلوا بها، يعني نسافروا بها، يعني انتقال من مرحلة أنت فيها تنتقلي عفوا مرحلة أحسن. لأنه الحصان أبيض كذلك دليل على الزواج، لأنه كما نقولوا في المعروف عند الفتيات يقولك جينا على في حصان أبيض أو فرس، دليل على خطبة قريبة جدا طبعا من إنسان ما شاء الله. وفرس من الفرس، كاين اللي يشتقوها يقولك معناها ربما هذا الإنسان الخاطب أو كذا ما يكونش من العرب، من الفرس أعجميين، معناها من العجم. أو يعني أنه ربما أنت عندك نوع من الفراسة، أو راح يكون من أولاد تاعك عنده فراسة، يعني أنه كما نقولوا عنده واحد القدرات ما تكونش عند الانسان العادي، يعرف واحد الحوايج. يشوف هاك انسان يقول لك معروفه يعني الفراسه بصفه عامه. الله اعلى واعلم. شفت كنت مع بنت خالتي في الطريق نتمشوا حتى لقينا قط في وسط الطريق. قفنا من القط اذا كان اسود دليل على تعطيل، لانه عندك عفوا تعطيل انت وبنت خالتك. اذا كان ابيض دليل على صديق او صديقه، يعني راكم هايبين في التعامل معاهم. هذه هي يعني على حسب لون القط. اذا كان القط اصفر دليل على الخوف من المرض. الرؤى راهم يتعاودوا برك. أنا عزباء دائما أرى في المنام أني مريضة ولا أحد يساعدني أو يهتم بي. المرض هنايا مش مرض نفسي دول، عفوا مش مرض جسدي دول على المرض، يعني مش عارف ظهر لي من رؤية والله أعلم أنك كثيرة سماع الأغاني. ربي يقول لك في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا.
يعني أنه فيه تقصير من الناحية الدينية وتقصير كبير. وكذلك يدل على أنك يعني أنك مصابة بأذى من بسبب سحر، عين، حسد أو شيء من هذا القبيل. أنا عزباء، دائما أرى في المنام أني مريض ولا أحد يساعدني أو يهتم بي. و قلت لك معناها في قلوبهم مرض وزادهم الله مرضا، يعني أن تقتل من الناحية الدينية. وكذلك يعني أنك ربما مصابة فعلا بشيء بأذى من الجن، ولكن معناها ملقيتيش اللي يساعدك. من الأحسن أنك تتبعي الرقية. شفت صندوق حواري جات قلت عندما سألوني عن الصوت السلام هذه فسرناها. هي رجعت الرؤية النوراني. أختي شافت منام جات تروح شغل، كنا في دارنا وعندنا الغاشي. كي خرجت لقيت سحابة، قلنا السحابة السوداء تدل على الذنب وتدل على الابتلاء، بما أنه لونها أسود كذلك. سحابة كحلة مكتوب فيها حسابكم قريب. هي الرؤية هذه فيها إنذار ليكم، معناها بالأخص إذا كان فيه تقصير من أمور الدين، دليل على إنذار ليكم بالأخص للمنزل تاعكم. كي شافت أختي هكا دخلت وقالت لي أرواح يندوشوا، هي كي دخلنا قالت لي دوشنا. الدوش دليل على زوال الذنب وزوال الهم. قلت لي روحي ندوشوا. كي دخلنا قالت لي دوشنا، دارت برمة تاع ماء وفيها الصابون ولحنا فوق رواحنا. وكي خرجت لقيت شغل دارنا ولات عالية 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 من العلو والرفعة. من راني روح ندوش شوية. كي دخلنا قالت لي دوشنا، درت برمة تاع ماء وفيها صابون لحقنا فوق. واحنا كي خرجت لقيت شغل دارنا ولات عالية، وديك السحابة راحت في جهة واحدة أخرى وصبت ديك السحابة النو حملت ياسر. يعني الرؤية بصفة عامة الغيمة السوداء تدل على الغم والهم، والسوداء نشتق منها السوء، يعني أنه العائلة تاعكم تعرضت للهم وابتلاء وغم وهم وسوء في هذه الفترة، وأنكم معناها دخلتوا ودوشتوا دليل على ذهاب هذا الهم وهذا السوء وهذا الذنب. وأنه كي خرجتوا عفوا ولقيتوا أنه هذه الغيمة راحت وزالت، يعني زوال هذا الهم، زوال هذا الذنب، زوال هذا الغم. وعلو تاع داركم، يعني زيادة من الناحية المالية للبيت تاعكم. الله أعلم من أي ناحية، من ناحية إرث أو من ناحية عمل أو كذا، الله أعلم. لكن فيه زيادة مالية في البيت تاعكم، لأنه البيت تاعكم عالية وكذلك دليل على رفعة وعلو. يعني أنه العائلة تاعكم ما شاء الله عائلة مرموقة، أو يعني نقول السمعة تاعها سمعة جيدة. ديك السحابة راحت في جهة واحدة أخرى وصبت ديك السحابة والنو حملت ياسر. الحملة يعني إذا اختارتكم الحملة دليل على أنه خلاص زال عليكم هذا الابتلاء. لكن إذا حملت هذيك الحملة يعني مستكم كذلك، دليل على عودة ابتلاء لكم. لكن الرؤية في الغالب تحكي على شيء راكم عشتوه، والله أعلى وأعلم.
السلام أختي. عليكم السلام يا أختي. شافت لي المنام لابني مولود صغير، شافت باللي شرات له كوستيم أزرق، وقالت لي مرسوم في القميص صورة الكعبة في الوسط، دايرين به صور أخرى. قالت لي تعرفت على المسجد الحرام والمزدلفة وصور أخرى من أماكن في السعودية لم تعرف على اسماء. مهم هذا القميص كان لي ابني اللي زاد عندي، سميته طاهر ماما. أنا الآن لازلت نفسها ما شاء الله. الرؤية هذه جميلة جدا. القميص دليل على بشارة. رؤية سيدنا قصة سيدنا يوسف عليه السلام لما قال لأخوه لما ذهب لسيدنا يعقوب عليه السلام، قال له ألقي بقميصي هذا على أبي يرتد بصيرا. على ما أظن مش متذكرة الرؤية مليح باش ما نكسرهاش. مهم دليل على أنه الولد تاعك هذا ما شاء الله راح يكون إنسان معناها إنسان دين، راح يكون ربما يدعو للدين، لأنه الكعبة يعني شغل القميص هذاك شافت فيه أركان الحج، ظهور الكعبة والمزدلفة ومسجد الحرام، دليل على أنه الولد تاعك هذا الولد صالح. والصور يعني أنه راح يكون من حفظة القرآن، ونحتسبه كذلك عند الله إن شاء الله، لأنه الصور نشتق منها صور القرآن، الصور اللي محيطة به. وكذلك فيه بشارة على أنه فيه إشارة بالحج للأب. الأب تاع المولود هذا راح يحج، وربما راح يكون الولد كذلك، ولما لا، لأنه القميص تاعو اللي كانت موجودة في هذه الصور، القميص طبعا يكون أبيض، الكوستيم أزرق، ربما راح تزيدي تولدي مولود ذكر آخر من وراء هذا الولد. وكذلك التفسير راح يكون حسب يعني اسم الأخت اللي أعطت لك الكوستيم، أختك اللي جبت لك الكوستيم. طاهر إن شاء الله يا رب، يكون مولود طاهر ونقي، يكون إنسان دين، إنسان صالح حسب الرؤية يا رب. بشرى فسرناها هذه الرؤية تاع أحمد الشغيري هنا ويدري فسرناها الرؤية هذوك فسرناها. هم يرجعوا الرؤى فقط، هم يرجعوا يتعاودوا. يوقع فسرناه. أيوة هذه هي الآية. نشان الزجاج كأنها كوكب ضوئية تضيء من حوله. نشان هذه هي الآية. تصل الإنسان يغلط في الآيات، استغفر الله العظيم واتوب إليه. راهم الرؤى بركي تعاودوا ديما اللي فسرته. بدات عندك الرابط تاع القناة، انا ديما نقولكم ندير فيها بث مباشر وما درتش. نخبركم بالك الليله، بالك ندير فيها بث مباشر، بالك ان شاء الله ندير لكم هنا المنشور قبل باللي راح ندير فيها، ندير في القناه، لان هذه الفتره من شكاع درتش كاع فيها بث من قبل.
حندير فيها بث ان شاء الله بربي. هاي الساعة 5. مرة برك يتعاودوا، ما فهمتش المشكلة عندي ولا نتوما برك تعاودوا فيه. كملت الرؤى البنات، مش يطلعوا لي الرؤى، حبتولي ما يتعاودون فاتهم برك. هم تعاودوا لي نفس المنامات البنات، ما كملتوهم. هذو هما المنامات نهار اليوم ولا نستنى شوية وبعدين نكبر لايف. مش عارفة انا المشكلة عندي انايا ولا نتوما راكم تعاودوا في المنامات برك. مدة تركت التفسير على قبل هذا المشكل ولا ما يطلعوليش الرؤى، ما فهمتش. كملت شو البنات. بالنسبة لك الأخت اللي أختها شافت مولود هذا اللي عنده الصور تاع صور الكعبة وصورة الحرم، يعني فيها كشغل إشارة معناها بتوقفي عليه في التربية تاعو، معناها لازم توقفي عليه، ما يجيش الأمر هذا بالسهل. ويقول لك معناها المسؤولية ماهيش تشريف تكليف، يعني توقفي على التربية تاعو. هي صح تكون عنده هذيك الملكة المرة الأولى باه يهدى عفوا باه يوقف في هذا المجال تاع الدين، وباه يكون من هذا الناحية تكون عنده الملكة ولا نقولوا الأساسيات باه يوقف عليه. صح لازم الوالدين يوقفوا مع الابن تاعهم باه يقدروا يوصلوا واش راهم حابين. هي الرؤية فيها إشارة ما شاء الله أنه راح يكون في بشارة أنه هذا المولود راح يكون له شأن إن شاء الله. كملت شو البنات. نحكي لهذه الرؤية تاعها بينما طلعوا الرؤى والله ما حبست. فهمتش البنات، والله سينيال عندي ما يطلعوليش ولا يوصلوا حد ويحبسوا ولا ما فهمتش والله. هاي ديما تصرى هذا العفس، يطلعوا يطلع عدد ويحبس، يرجعوا قيس عاودوا الاولين. ما فهمتش المشكل عندي سينيال حظر، الله اعلم. والله انا حابسه ما نعرف. نستنى شويه بعد نكبوا لايف كش ما يطلعوا رؤى.
المهم اذا معناها راكم تبعثوا في الرؤى، انا ما مش يطلعوا لي اللي فسرتهم برك. المشكلة في فترة عندي ما فهمتش سينيال حاضر والله ما فهمت. المهم البنات اذا راكم تبعثوا في الرؤى ما طلعوا ليش، ممكن راح ندير لايف في القناه العشيه في الليل، راح نخبركم هنا قبل ما جامي درت فيها بث مباشر، راح نجرب اول مره راح نجربوا الليله في الليل ان شاء الله باذن الله، نديرهم مع بعض. هاو اللينك تاع القناه او الرابط تاع القناه، جربوه الليله. هم يطلعوا لي غير اللي فسرتهم يتعاودوا. هذو قاع فسرتهم، هذه فسرناها 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 فسرناها. يا بنات يا بنات سامحوا لي البنات والله ما فهمتش مشكلة عندي. ما طلعوا ليش. اي البنات انا نخليكم، وانا نحاول الليله ندير بث مباشر. هذو اللي ما قدرتش مش عارف ما طلعوا ليش الرؤى، راح نحاول قلت لكم راح ندير بث مباشر اول مره في القناه، جاومي جربت من قبل. المهم هاو الرابط تاع القناه البنات. ان شاء الله يا رب يكون التفسيرات تاع اليوم تفسيرات تاع خير وبشرى للجميع يا رب. ربي يرزقكم خيرها ويقيكم شرها، واترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.